السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فريق جديد على تاريخ المغرب. كنا دوينا على الدولة المرينية وعلى أعظم السلاطين اللي دازوا فيها، ولكن لكل بداية نهاية. فاليوم غادي ندويو على سقوط الدولة المرينية. فمن بعد عصر القوة مع السلاطين بحال أبو الحسن علي بن عثمان وأبو عين فارس، بدات الدولة المرينية تدخل في مرحلة الضعف شوية بشوية. السبب الأول كان الصراعات على الحكم. فمن بعد الوفاة ديال السلاطين الأقوياء بداو الأمراء كيتنافسوا على العرش، واندلعات صراعات داخل القصر، وأصبح بعض السلاطين صغار السن ولا تيحكموا، ولكن الحكم الحقيقي كان بيد الوزراء وقادة الجيش. والسبب الثاني كان ضعف السلطة المركزية. فالقبائل في مناطق مختلفة من المغرب بدات تتمرد، وفقدت الدولة السيطرة على بعض المناطق. ثم جاء العامل الثالث المهم واللي هو ظهور قبيلة بني وطاس في الجنوب. وهادو كانوا في البداية عبارة على وزراء وقادة داخل الدولة المرينية، ومن بعد استغلوا الضعف ديال السلاطين وسيطروا بشوية بشوية على الحكم. وفي سنة 1465 ميلادية وقعت ثورة كبيرة في فاس انتهت بسقوط آخر سلاطين بني مرين. وكذا سقطت الدولة المرينية بعد أكثر من عامين أو من قرنين ديال الحكم. لكن التاريخ ما كيوقفش هنا، لأن الحكم غادي يمشي للدول الوطاسية. إلا وصلتي لهنا دير لايك، خلي تعليق، وتابع الصفحة باش يوصلك كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.